وانتهت مباراة الاهلي والبنك الاهلي بخسارة غير متوقعة للاهلي بنتيجة 4-3. وكمان انتهت مباراة الزمالك والجونة برضو بخسارة غير متوقعة بنتيجة 3-2. سقوط مدوي وكبير لقطبي الكرة المصرية في اول عودة لمباراة الدوري بعد نهائي كاس مصر. انا هتكلم عن مباراة الاهلي لان الاهلي كان بيلعب في نفس توقيت الزمالك، ما شفتش مباراة الزمالك الا يعني مقتطفات بسيطة، فما عنديش اي تعليق عليها قوي غير ان هو خسارة غير متوقعة لنادي الزمالك. الاهلي النهارده ما كانش في افضل احواله، كان بيحط اهداف وتيجي فيها اهداف، يحط اهداف يجي فيها اهداف، في الاخر نادي البنك الاهلي بيكسب بفرق هدف. المشكله ايه؟ عدم وجود عبد المنعم. ما اعتقدش ان دي مشكله كبيره. هو طبعا عمر كمال عبد الواحد في المكان ده كان سيء جدا النهارده، ما ينفعش يتحط في المكان ده، والراجل كولر ظلمه. يعني الغلطه غلطه كولر مش غلطه عمر كمال عبد الواحد، لانه بيلعب ببساطه في مكان مش مكانه. اكرم توفيق النهارده ما كانش على المستوى المطلوب منه، كريم فؤاد ما كانش برضه على المستوى المطلوب منه. نص الملعب في الشوط الاول ما كانش افضل حاجه لحد لما تم التغييرات وطلع امام عاشور، وبعدين نزل ندفد وعمل تغييرات في الونجين بنزول طاهر ونزول حسين الشحات، عمل تنشيط كبير جدا في اداء الفريق. لكن برضه نص الملعب والثغرات الدفاعيه اللي موجوده النهارده بالاخص عمر كمال عبد الواحد تسببوا في انه ما نقدرش نحافظ على الاهداف اللي احنا بنجيبها. حطينا 3 اهداف ودخل فينا 4 اهداف، واحنا اللي كنا بنتقدم كل مره، مش احنا اللي كنا متاخرين. فالنهارده بصراحه انا كنت مستغرب جدا جدا من اداء كولر النهارده في تركيزه. انا كنت حاسس ان الراجل النهارده تايه، مش مركز جدا في المباراه، ما اعرفش ايه اللي كان بيدور في دماغه، ايه اللي عنده على الدكه، ايه اللي عنده جوه. فضل محتفظ بموديست تقريبا في حدود 86 دقيقه. حرام موديست ما عملش اي حاجه ويفضل 86 وفي الاخر ينزل لي كهربا في اخر 4-5 دقائق. حاجه مش طبيعيه يعني، بامانه حاجه مش طبيعيه ان انت تفضل متمسك بموديست ومديله الفرص دي كلها. يعني غريب جدا. اديته فرصه شوط اول ما وفقش، طلعه ونزل واحد في الشوط الثاني، هو ده المعروف. انما تمسكك بالشكل ده يبقى انت راجل بتعند وعايز تمشي حاجه في دماغك غصب عن الكل، وده في كره القدم على فكره حاجه غلط جدا جدا جدا. فاتمنى ان الحاج كولر يركز شويه ويبطل عند ويلعب لمصلحه الفريق، مش لمصلحه اغراض شخصيه او مصلحه حد معين في الفريق او لاثبات وجهه نظر ليه معينه، معرفش. بس كده كنت اتمنى طبعا ان انا اقول له في التوقف ظبط الفريق واعمل توازن ورجع الناس وجرب بافكار جديده ومعرفش ايه، وقرب من اللعيبه اكتر واعمل معسكر عشان تلم الناس. بس للاسف طبعا انتوا عارفين ان الاهلي كله من غير كولر، يعني هو كان ناقص بس كولر يروح معاه، كله راح المنتخب. فربنا يسترها علينا بقى في اللي جاي. بس كده يا شباب، ان كنتوا وصلتوا للتوقيت ده من الفيديو فشكرا لكم جدا، وتابعونا عشان تعرفوا كل جديد اول باول. سلام.